شنو هي القرارات او الاجراءات اللي يمكن اعلانها للتوانسه بعد الاجتماع هذا؟ اولا تصحيح اجتماع بين المجلس الاعلى للجيوش والمجلس الاعلى للقوات الامنيه باش تبدا امورنا واضحه. اول مره يصير اجتماع من النوع هذا منذ 57. كان ديما الاجتماعات تقع منفرده، اجتماع المجلس الاعلى للجيوش الذي ترأسه رئيس الجمهوريه، واجتماع المجلس الاعلى للقوات الداخليه الذي ترأسه وزير الداخليه. والاجتماع هذا مشترك بين المجلس الاعلى للجيوش والمجلس الاعلى للقوات الداخليه، هو منها عباره عن تاكيد على اهميه التعاون واهميه التنسيق بين الجيش الوطني وقوات الامن الداخلي. وبدون هالتنسيق وبدون هالتعاون بين القوتين الاثنين، قوات الجيش الوطني وقوات الامن الداخلي، ما يمكنش باش نتغلبوا على المصاعب اللي قاعده تواجهها بلادنا في الفتره الحاليه. إذا تم عقد الاجتماع وبالطبع ترأسه رئيس الجمهوريه بحضور رئيس الحكومه وبحضور كل اعضاء المجلس الاعلى للجيوش والمجلس الاعلى لقوات الامن الداخلي، نظرا للوضعيه الخصوصيه التي تمر بها بلادنا، وذلك لاتخاذ عده اجراءات هامه للتوقي من الارهاب. شنو هي الاجراءات هذه يا سيد رئيس الحكومه؟ الاجراءات بدون الدخول في، نعرف انك يعني بعد يعني في الساعه 2 او الساعه 2 ونص باش تكون عندك ندوه صحفيه في قصر الحكومه. الاجراءات بدون الدخول في الجزئيات. اولا تقييم الوضع والوقوف على الاسباب اللي خلات اللي وقع امبارح في تونس. الإجراء الثاني وهو كذلك هام هي دعم قوات الأمن الداخلي ودعم قوات الجيش الوطني بالإمكانيات. نعرف وإحنا بالرغم من المجهود اللي وقع في الفترة الأخيرة، لكن مازلنا قواتنا على مستوى الجيش الوطني. أي نوع من الإمكانيات؟ إمكانيات خاصة مادية، لأن إمكانياتنا البشرية بالنسبة للجيش الوطني وبالنسبة للقوات الأمن الداخلي متوفرة، والحمد لله عندنا كفاءات من النوع الممتاز ويشهدوا به هذا في كل أنحاء العالم. لكن اللي ينقصنا في الوقت الحاضر هي الإمكانيات المادية والمعدات اللي لازمها تكون موجودة عند الجيش الوطني وكذلك عند القوات الأمن الداخلي لسرعة التدخل. مثلا رئيس الحكومة سامحني نقاطعك، اللي صار البارح هل هو بالنسبة ليك فشل أمني؟ التوانسة يسألوا شنو هو اللي صار؟ مجلس نواب الشعب محروس من الأمن الرئاسي، كيفاش ينجموا إرهابيين يدخلوا بالسلاح نتاعهم؟ اللي وقع امبارح معناها وكما ذكرت في الحديث على القرارات اللي اتخذها المجلس، اللي وقع امبارح هذا كان نجم يقع في أي بلاد، وكان نجم يقع معناها وتعرفوا عشنا مع بعضنا معناها في الفترات الأخيرة ومنذ مدة كيفاش معناها جمهوريات وديمقراطيات من أعتى. حادث شارلي إبدو في فرنسا قبل أشهر، شارلي إبدو اللي صار في نيويورك، اللي صار في عدة أماكن، يوري أن مهما تكون الإمكانيات المتوفرة نجم في غلطة أو في غفلة يصير اللي صار امبارح ولا صار في شارلي. هي غلطة أو غفلة أو فشل؟ امبارح ثم وزير من وزرائك يعني في الحكومة قال ثم تراخي. والله منها غلطة لازم تصير غلطات، لأن هناك منظومات لحماية المجلس وحماية المتحف وحماية الرحلات البحرية. نتذكر منها في سنة 2011 منها وقفوا الرحلات منها وقعدوا لمدة تقريبا 4 5 شهور وقت ما كنت على رأس وزارة الداخلية، وبذلنا كل المجهودات لإرجاع الرحلات، لأن الرحلات عندها انعكاس كبير على نشاط مدينة تونس وخاصة على سوق مدينة تونس وعلى متحف باردو، لأن في الفترة هذيك يجوا باخرتين تقريبا فيهم 6000 سائح، و6000 سائح في المدة القصيرة هذيك منها
ينجموا يوصلوا حتى يستهلكوا حتى كل ساعه 100 دولار. 100 دولار في 6000 معناها تشوف معناها الانعكاس الايجابي اللي يكون توجه الرحلات هذه في تونس على قطاع الصناعه التقليديه والقطاع المطاعم والقطاع السياحي على مستوى بلدي، على مستوى تونس بصفه مدينه تونس بصفه عامه. ولذا هذه امور تصير، لكن الحاجه سيد الرئيس شنو ولا صار؟ توا كل واحد يقدم روايه عمليا، معناها انت مصدر المعلومه بالنسبه لينا، ما نجمش نفوت فرصه كما هذه باش نعرف شنو اللي يحدث بالضبط على الاقل حسب المعطيات اللي توفرت لكم الى حد الان. الحدث بالضبط احنا قاعدين عندنا معطيات اوليه، لكن قاعدين نتعمقوا في عده مسائل، وبالطبع منها في القريب العاجل نبينها للمواطنين والمواطنات. ستقال الحقيقه كما هي، معناها من غير ما يتخبى حتى شيء ان شاء الله، وهذاك هو هدفنا. ما عندناش احنا الهدف نتاعنا هو اولا تقييم الشيء اللي وقع، وكذلك باش يقع اخذ اجراءات معناها لازمه في الوقت اللازم، وهذه لازم تتم بسرعه، لان اللي صار امبارح في تونس ماهيش حاجه عاديه وماهيش حاجه لا يمكن منها التسامح فيها. حاجه خطيره، حاجه كان عندها انعكاسات منها سلبيه عميقه على الامن في البلاد بصفه عامه. زوز ارهابيين او 5 اللي شاركوا البارح في العمليه، اللي شاركوا بصفه مباشره هم زوز ارهابيين وتم القضاء عليهم. اما فما امكانيه منها الدعم من طرف 2 أو 3 ارهابيين اخرين، وقاعدين توا نقوموا بالابحاث اللازمه، وان شاء الله. هل تم القبض على احد العناصر الارهابيه هذه؟ ما تمش القبض على العناصر هذه لان مازالت مشكوك فيها، لكن من امبارح واليوم تم توقيف عده اشخاص. الا تم ايقافات، صارت ايقافات، وتوا منها بعد ما نتعمقوا فيها وبعد ما نستقصيوا كل ما معلومه اللي مش تحصلوا عليها من الايقافات هذه، بعد يتم الاعلام عليها في شنو المعطيات المتوفره على زوز ارهابيين اللي تم القضاء عليهم؟ كانوا في سوريا، كانوا في ليبيا، وين كانوا؟ مثلا ثم واحد منهم ممكن كان في ليبيا، منها امكانيه ماهيش حاجه منها متحققه 100%، لكن الابحاث قاعدين بها حاليا مع الموقوفين منها مش تبين منها علاقتهم، لان لقينا بعض الاشراط ثم علاقه بين الموقوفين وبين الارهابيين اللي تم القضاء عليهم امبارح. الحصيله لحد الان هي مع الاسف حصيله موجعه، 23 قتيل فيهم 19 سائح و4 توانسه. البارح انت اليوم سامحني يا سيد رئيس الحكومه عملت يعني زياره ميدانيه تفقديه لقوات الامن الموجودين يعني في مدينه تونس. لا، عملت زياره امبارح في الليل. امبارح في الليل منها شنو قلت؟ صحبه وزير الداخليه وكاتب الدولة. شنو الرساله اللي وجهتها لقوات الامن؟ الرساله الاولى هي قوات الامن، واللي عندي علاقه طيبه بهم وعندي علاقه منها قديمه بهم. المعنويات هي اهم حاجه. كيفاش لقيت معنوياتهم؟ لقيتهم لا زرتهم طبعا، ما زرتش كل ما لقيتهم واتصلت بهم، لقيتهم معنوياتهم مرتفعه ومتشجعين وعندهم الحماس اللي خليته فيهم هذاك. في ساعه رجعوا وقاعدين يقوموا بعمل جبار. بالطبع كما قلت منها تنقص الامكانيات، لكن ان شاء الله مش يتم تدعيمها، اما عن طريق التعاون مع اصدقائنا ومع جيراننا، ولا بامكانياتنا الخاصه. في فرنسا بعد ما صارت حادثه شارلي إبدو تم تفعيل مخطط فيجي بيرات، انك تشوف دوريات مشتركه جيش وشرطه، تحس هيبه الدوله يعني في وسط البلاد. شو اللي يمنع انه في تونس الدوله معناها توري حر يديها؟ هاي قوات الامن والجيش موجوده، رساله للتوانسه وحتى للزوار السياح انه الدوله واقفه على ساقيها. احنا بالطبع منها خذينا قرارات وبدينا نفعل فيها من امبارح في الليل، والزياره قمت بها يعني في الاطار هذا. في الاطار هذا لان اتفقنا في خلال انعقاد خليه الازمه
صارت البارح ومجلس وزاري ايضا يعني دون مجلس. عملنا اولا ساعه خليت الازمه اللي انطلقت في العمليه نتاعها تقريبا بعد درجين او 4 ساعه من العمليه، وتابعنا العمليه في مكتبي في رئاسه الحكومه بحضور السيد وزير الدفاع والسيد وزير الداخليه وثله من معارضيهم، وتبعنا منها لحظه بلحظه العمليه وخذينا القرارات الناسبه في الوقت المناسب اللي خلات العمليه الارهابيه اللي صارت ما كانش يكون كانت تكون منها نتائجها منها اسوء. الكلام هذا قال البارح الى هذه الدرجه معناه كانت الامور تكون اسوء طبعا لو ما صارش تدخل يعني سريع. احنا تدخل القوات الامن الداخلي وقوات الجيش الوطني في 10 دقائق كانوا على المكان وطوفوا المكان منها من كل نواحي. صحيح كان عندهم متفجرات الارهابيين. صحيح متفجرات كانوا عندهم منها رمانات، وكانوا عندهم خاصه اللي كان يكون عنده انعكاس خطير على الوضع هو كانوا حاملين احزمه ناسفه. الاثنين كانوا عندهم احزمه ناسفه. هذم جاوا يعني عارفين رواحهم مش يموتوا، ما همش خارجين من مكان العمليه. واضح هي العمليه كما بينت امبارح في الندوه الصحفيه منها انطلقت منها هم دخلوا من الباب هو الباب الوحيد المفتوح من السور باب السور اللي يوجد فيه مجلس نواب الشعب ويوجد فيه المتحف ودخلوا في واختاروا التوقيت ان وقتنا السياح بداوا هابطين من الحافلات وهبطوا من الحافلات وجاوا متجهين للمتحف في وسط الزحمه عملوا الهجوم نتاعهم وبداوا يطلقوا النار بصفه عشوائيه مما اضطر السياح وحتى التوانسه ما كان السياح موجودين من اضطرهم الهروب والدخول في المتحف ولحق عليهم في المتحف منها والمجزره الكبيره قالت وقعت داخل المتحف. هم هربوا ناويين منها يتقيوا منهم، لكن في هروبهم ودخولهم للمتحف خلى الخسائر تكون اكثر. لكن المعلومه المؤكده انه قوات الامن دخلت خلال 10 دقائق هي وقوات الجيش. وصلت على عين المكان. وصلت على عين المكان. اما دخلت بعد شوي لان العمليه كلها دامت تقريبا ساعتين. بدات على الساعه 12:20 وانتهت على الساعه 14:20. شكون اتصل بك من قيادات الاحزاب السياسيه والمنظمات الوطنيه؟ تقريبا كل القيادات كل اتصلوا بي. كل اتصلوا بي. اول ما اتصل بي بكل صراحه هو لان الان الاتحاد العام التونسي للشغل هو اول واحد من حسين العباسي. اتصل بي حسين العباسي وكان يتابع في العمليه منها طول المده اللي وقعت فيها العمليات وكل حسيت الحزبيه بدون منها الشيخ راشد اتصل بي منها واتصلوا بي منها عدة تقريبا هذوما الاسماء اللي استحضرهم تقريبا كل الحساسيات السياسيه في ان يكون من عام الاتحاد العام التونسي للشغل هو اول المتصلين، هذا تعتبره يعني حمال رساله معينه ليك؟ بالطبع احنا عندنا غير التعاطف والمسانده. لا ما نظنش. احنا عندي علاقات طيبه جدا مع السي حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي الشغل وديما باتصال. عمرنا ما قطعنا الاتصال في اتصال مستمر لان كما اني نؤمن ويؤمن كذلك ان كل المشاكل اللي لازم تقع منها بتحل كان بالحوار المباشر ومهما كانت الخلافات الحوار اساسي ويلزم يتواصلوا وما نقطعوش الحوار. طبعا هو يدافع على مصالح العمال ويدافع على مصالح تونس بصفه عامه هذيك هي العلاقات لازم تكون موجوده بين الحكومه اللي تمثل مصالح الشعب كله وبالطبع كل الهيئات وكل النقابات والاتحادات اللي تدافع على مصالح منظورها، وهذا حاجه عاديه جدا. وغدوه ذكرى الاستقلال وعيد الاستقلال، شو تقول للتوانسه السيد رئيس الحكومه؟ هل غدوه نحتفلوا بعيد الاستقلال؟ احنا لازم ديما نحتفلوا بعيد الاستقلال. الاستقلال معناه هو انجاز كبير وعظيم جدا، واحنا
نعمة عايشين فيها توا حاليا هي منها سبب فيها الأول هي الاستقلال، وبدون الاستقلال ما كانش تكون تونس، ما كانش تكون الجمهورية، ما كناش نكونوا احنا موجودين. احنا نتيجة استقلال. احنا منها بدينا نقرا ممكن في فترة استعمارية، لكن حلينا عينينا وتكوننا في تونس وخارج تونس بفضل ما جاء به الاستقلال، وبفضل الاصلاحات الكبيره اللي قام بها الزعيم بورقيبه. وهذا ما ننساش، واحنا ديما نقولوا احنا ولاد بورقيبه، ونتفخروا بلي احنا ولاد بورقيبه. ثم خوف على تونس؟ ما ثماش خوف على تونس، خاطر تونس عندها ولادها وعندها رجالها، وهاك شفت تاريخها 3000 سنه. الضربه موجعه سيدي الرئيس. الضربه موجعه، لكن ما تاثرش في معنوياتنا، بالعكس تزيدنا قوه وتزيدنا منها شجاعه وتزيدنا تفاؤل، لان مصلحه بلادنا هي الاولى، ومستعدين باش نضحيوا لفايت بلادنا منها وبالغالي والنفيس. ما عندكش احساس انك سيء الحظ؟ يعني منذ توليت رئاسه الحكومه من ازمه الى ازمه، يعني مشكله صارت في الذهيبه، في مقردان، فيضانات، عمليه ارهابيه، ما خلطتش انك يعني حتى اعلان النوايا اللي عملته في مجلس نواب الشعب ما لقيتش وقت باش تجسده؟ لا، دي بكل صراحه ما تاثرش في معنوياتي، لان كيف قدمت وقبلت الامانه اللي نعتبرها امانه وتكليف بخدمه بلادي، كنت عارف اللي صار كان نجم يصير. ثم تداعيات، وبالطبع ثم تعطيل الخطه